هذا يعني اليوم أنه الضرائب جديدة اللي أخذ الضرائب بهالطريقة هسه هاي اللي ينقلونها بهالأيام ظلم. سلب الحقوق، سلب حقوق الناس، أو هاي القضايا الفساد الإداري اللي استشرى. احنا ما نحكي عنه بس بالعراق، لا هو الظلم الروايات لما تتحدث عن الظلم ما تتحدث عن بلد خاص، لا الظلم تملأ الدنيا تقول موجود. بس بعد أكو اختلاف يصير ربما أنه من مكان لمكان آخر، فالدنيا تملأ ظلما وجورا. لكن في أيام الظهور شو تصير؟ المعادلة تتغير 100%. من الظلم، هذا الظلم والجور يتحول إلى قسط وعدل في دولة الإمام الموعودة. هذه دولة الإمام هي القضية، مو قضية محل تشكيك، لا، إنه هذه بشرت بها الرسالات السماوية بأجمعها. وقضية إقامة دولة العدل الإلهي وعد من الله تبارك وتعالى، لابد وأن يتحقق هذا الشيء قبل قيام الساعة. وقلنا إنه من ضمن العلامات العامة أنه ذكرت بدأ الإسلام غريبة ويعود غريبة. غربة الإسلام شنو بالبداية؟ الإسلام كان في حالة ضعف الإسلام بالبداية، كانوا أفراد مستضعفين في غربة، وبعدين بدأ الإسلام ينتشر. في آخر المطاف انتشر الإسلام. الرواية شو تقول؟ عليكم السلام ورحمة الله. ويعود غريبة. غربة الإسلام هي هاي. اسم الإسلام موجود، الاسم الآن موجود لحد الآن، عندنا فضائيات والأذان وما شاء الله، لكن هسه الآن إنه شنو اللي إذا تروح الآن مثلا مكان عمل، شركة أو غيرها، أكثر الأفراد اللي بيها إذا تحكي بمسألة حلال وحرام يتنكتون عليك، تصير مهزلة عندهم، سخرية، يتخذونك ويقول هذا مله إسلامهم. تقول له مسلم أنت؟ كلها مسلمين وكلها إسلام، لكن هذا هو الإسلام؟ يتنكت على الشخص اللي يدعو للحلال، يقول لك هذا حلال وهذا حرام، يصير محل استهزاء. فغربة الإسلام هي هاي، بحيث أنه المحاولات قائمة، يريدون أنه يقلصون قضية الإسلام. بعدين إيش قد نحن جاي نسمع مثلا بالفضائيات ومواقع يريد ما يخلون فد دور للإسلام مثلا بالحياة السياسية، الحياة الاجتماعية، ويريد يحصرونه في زاوية أو في مثلا في المسجد وفي الحسينية. هاي غربة الإسلام. ما تشوف معالم، تشوف اسم موجود، اسم الإسلام، لكن تشوف الإسلام غريب اليوم. الإسلام بالجامعات غريب اليوم. الشخص اللي فعلا أنه متدين ومسلم ويمشي بالقوانين الدينية يعيش في حالة غربة بالجامعة. الشابة اللي تداوم بالجامعة رايحة ومحجبة وملتزمة تعيش غريبة ومتأذية محاربة، لأنه ليش ترتدي الحجاب الإسلامي؟ هاي غربة الإسلام. هذا جماعة يقول راحوا منا ودوهم إيفاد عراقيين مهندسين، من وصلوا هناك وياهم شخص متدين توظه، من وصل لندن ما أدري لواشنطن، الجماعة قالوا له توظيت؟ شو هم توظيت هنا؟ قال لهم شاء الله سبحانه وتعالى خلينا بالعراق. ليش ما أتوظف؟ يعني بس هناك الله هاي الأفكار اللي موجودة متأثرين بها. فالمهم أنه هاي غربة الإسلام. بدأ الإسلام غريبة ويعود غريبة، يعني يبقى بس الاسم. وبعد شنو من ضمن الأمور اللي ذكرت في الرواية النبي صلى الله عليه وآله اللي كان يخاطب بها في حجة الوداع، يقول وكان النبي صلى الله عليه وآله آخذا بحلقة باب الكعبة ويخاطب أصحابه ألا أخبركم بأشراط الساعة. النبي صلى الله عليه وآله عبر عنها أشراط الساعة اللي هي قلنا مساوقة لأشراط وعلامات الظهور، لأنه ما تتحقق الساعة قبل تحقق الظهور وإقامة دولة العدل الإلهي. وأكيد حتما والله أعلم ما نقدر نجزم، لكن هذا اللي نستفيده كذلك من الروايات أنه قيام الساعة يكون أقرب، يعني الدولة إذا أقيمت دولة العدل الإلهي الموعودة تأتي الساعة من بعدها، والساعة تكون أقرب، يعني بعد الوقت يكون أقرب من الوقت اللي مر علينا من أول الدنيا إلى هذا اليوم.
فالمهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأمور اللي ذكرناها قبل شوية، هي هذا كلامنا كله أعاده وهي شيء إضافات قليلة. إضاعة الصلوات. الصلاة شقد بعد محل اهتمام عظيم ترى، يعني الصلاة قضيتها بحيث أنه بالروايات الإمام الصادق سلام الله عليه لحظات الأخيرة يقول لهم اعلموا أن شفاعتنا لا تنال من استخف بصلاته. فايش قد أنه حتى إحنا الآن ولائنا لأهل البيت وارتباطنا ومجالسنا، ولكن هذه كلها مشروطة بشروط. يعني ايش قد تكون حجم الولاء وحجم الارتباط والتمسك بمنهج أهل البيت، لكن تبقى هذه قضية الصلاة وما لها من الأهمية، بحيث أنه الإمام وكذلك في حديث للنبي صلى الله عليه وآله نفس الحديث بس أكو بإضافة، يقول إن لا والله لا يرد علي الحوض، هذا هو اللي مستخف بصلاته، إن شفاعتنا لا تنال من استخف بصلاته، ثم يقول لا والله لا يرد علي الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وآله اللي يشرب منه المؤمنون والساقي أمير المؤمنين، يقول اللي يستخف بصلاته هذا محروم، لا يرد علي الحوض. فالمهم أنه العلامة اللي يذكرها النبي صلى الله عليه وآله يقول من علامات أو من إشراط الساعة إضاعة الصلاة. إضاعة الصلاة، ومثل ما قلنا أنه إضاعة الصلاة مو بالضرورة تركها قطعا، هسه مرات ذاك تاركها، لا مرات ما يتركها، ولكن يعني كل شيء عنده مقدم على الصلاة. الصلاة في آخر الأشياء، لا يراعي الوقت، لا يراعي شروطها، لا يراعي حدودها. بعد واتباع الشهوات، السير وراء الشهوات. الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان للنفس باعتبار أنه الشهوات عن طريق الحلال ماكو مشكلة، إذا كان مثلا يتبع خطوات وطريق الحلال للوصول للشهوات هذا شيء مشروع. لكن لا، مرات أنه اتباع الشهوات اللي يتحذر من الرواية وكلام النبي صلى الله عليه وآله اللي ما يراعي الوسيلة للوصول للشهوات، يعني يستكثر ويجمع من المال من دون مراعاة، يعني الشبهات حلال حرام غيره ما يراعي هاي القضية. أو مثلا قضية الوصول، مثلا قضية شهوات مثلا النساء وغير، يأكو طرق محللة والله سبحانه وتعالى معروفة أنه هذا الطريق الزواج، لكن هذا لا يريد أنه بالطريق المخالف، والأمثلة هم كثرة. بعدين أنه والميل مع الأهواء، إضاعة الصلاة، اتباع الشهوات، الميل مع الأهواء، يعني وراء هوى النفس، يسعى من وراء هوى النفس. وقلنا أنه هذه الأخيرة اللي ذكرناها ونختم الحديث، وتعظيم أصحاب المال. الحديث إلى تكملة إن شاء الله، إذا الله سبحانه وتعالى بقانا من الأحياء، الحديث تكمل إن شاء الله بوقت آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.